اقوى ديربي في الوطن العربي. ايام ما كان مسموح بحضور جمهور كان الديربي ده بيتلعب في حضور 85,000 مشجع بيهزوا القاهره كلها. الماتش اللي مصر كلها بتستناه، وتقريبا ده الماتش الوحيد محليا اللي تقدر تتكلم عليه فنيا. يا ترى كولر هيقدر يتعامل مع الماتش ده ازاي؟ يا ترى اصلا ايه هيكون شكل الزمالك مع اوسوريو؟ يا ترى كولر هيكمل الشكل الكويس اللي عامله مع الاهلي، ولا اوسوريو هيكون ليه راي تاني؟ معاكم احمد السباعي من نص الملعب، والنهارده هنتكلم عن مباراه السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. وحشنا قوي نشوف ديربي القاهره في استاد متقفل بالجمهور حتى لو كان في الامارات، وده طبعا لان وجود جمهور الاهلي والزمالك في نفس الملعب حاجه تانية خالص. وطبعا زي اي مباراه في الدنيا، طالما احنا النهارده رايحين نلعب بفريقين من نفس الدوله، الاهلي هيلاعب الزمالك، فانت حتى لو في بطوله السوبر فاول حاجه لازم تبص عليها هي جدول الدوري ووضع الفريقين ايه. لو رحنا لجدول الدوري وحبينا نشوف الفريقين وضعهم ايه في الجدول، فهتلاقي الاهلي متصدر الجدول ب 53 نقطه، والزمالك عنده 43 نقطه في المركز الرابع. بس مش دي المشكله، المشكله ان الاهلي لعب اقل 4 ماتشات. مباراه السوبر اللي بتبقى بين بطل الدوري وبطل الكاس، ومش عايزك تسالني بطل الكاس بتاع انهي سنه وبطل الدوري بتاع انهي سنه عشان ما حدش فينا فاهم حاجه خالص. بس بقى لو انت متخيل ان وضع الفريقين في جدول الدوري، او حتى كون ان الاهلي بيقدم موسم كويس والزمالك بيقدم موسم كارثي، ده معناه ان الاهلي اقرب للفوز بالقمه، فاحب اقول لك انك غلطان. عمر ماتشات القمه ما بتعترف بالكلام ده، لان بكل بساطه لقطه واحده بس جوه الماتش تغير نتيجه الماتش وتغير اداء الفريقين في الماتش، او تخلي نجم جديد محدش واخد باله منه يظهر ويلمع، او تخلي واحد من نجوم احد الفريقين كانت كل الناس معلقه املها عليه يطفي. في الوقت اللي فيه كولر ماسك الاهلي من اول الموسم وعامل ماتشات كويسه، وفي اغلب مبارياته في الموسم كان كويس باستثناء ماتشين 3. الناحيه الثانيه موجود اوسوريو اللي لسه ماسك الزمالك بقاله ماتشين بس، وما تقدرش تاخد بالك قوي لمسته مع الفريق شكلها عامل ازاي. ودي على قد ما هي نقطه ضعف فهي برضه نقطه قوه. نقطه ضعف بالنسبه له لانه لسه ما تعرفش على شكل الفريق، ما تعرفش على امكانيات لعيبته، ولسه طبعا ما ثبتش طريقه او حتى اختار الطريقه المناسبه. ونقطه قوه بقى لان انت اصلا كمنافس ليه صعب جدا تقدر تكتشف هو هيلعب ازاي في الماتش ده، او هو شايف فريقه ازاي، او حتى طريقه اللعب اللي هيلعب بيها. لكن تعالوا نشوف كام لقطه كده ونحاول نستشف منهم اوسوريو هيلعب ازاي قدام الاهلي، او حتى طريقه تفكيره ايه مع الزمالك. لو جينا مسكنا اخر ماتش للزمالك قدام سيراميكا كليوباترا، فهتلاقي الزمالك كسب 1-0، والهدف ده اتسجل في الدقيقه 10 51 ثانيه بالظبط، يعني في اول 10 دقائق تقريبا، واتسجل من كره عرضيه عن طريق سيف الجزيري. اوسوريو بدا ماتش سيراميكا كليوباترا ب 4-3-3، ولكن بتطبيق مختلف وشكل مختلف خالص. 4-3-3 دايما لما اغلب فرق العالم بتلعبها بيكون الغرض منها اعطاء حريه هجوميه لثلاثي الهجوم، وفي 3 وراهم نص ملعب بيحاولوا يامنوهم كتير في المرتدات، بحيث حتى لو ارتدوا بشكل بطيء يقدروا يامنوهم. ولكن اوسوريو لعب بطريقه غريبه شويه، هو لعب ب3 قدام اللي هو الجزيري ويوسف اسامه نبيه، والوينج رايت كان ابراهيم نضاي. ولحد هنا مفيش مشكله. المشكله بقى كانت فين؟ المشكله كانت في انه بدا بلاعب ارتكاز واحد اللي هو رؤى، ولعب قدامه ب2 لعيبه اللي هو شيكابالا ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين. يبقى كده كان في 5 لعيبه في الملعب كل ميولهم هجوميه. وعشان يعوض عدم ارتداد المهاجمين وقف الباكات ورا، وخلى الانطلاقات كلها من ناحيه شيكا وناحيه زيزو. حتى لحظه تسجيل الهدف الاول في الدقيقه 11 تقريبا كان اوسوريو لعب 7 عرضيات على منطقه جزاء سيراميكا كليوباترا، فزي ما وقف الباكات خلى زيزو شيكابالا يقوموا بدور الباكات في رفع الكوره. يعني مثلا زيزو كان بيلعب على ناحيه اليمين على عدلته، بس كان بيلعب الكره العرضيه بمجرد التثبيت. يعني مثلا اللقطه دي لو خدت بالك هتلاقي حرفيا زيزو بيستقبل الكوره، وهو بيستقبلها هو عارف ان هو هيلعب العرضيه فبيهيئها قدام ويلعب على طول بدون تفكير. ونفس القصه برده شيكابالا اول ما الكوره بتجيله بيهيئها على شماله ويرفعها على طول تقريبا في خلال ثانيه واحده من استلام الكوره. وده معناه ان في تعليمات صريحه جدا من المدرب ان انت بدون تفكير اول ما تجيلك الكوره ارفعها جوه المنطقه. وحتى في الضربات الثابته كان بيجيب برده اللاعب اللي رجله ناحيه الخط هو اللي يلعب الكوره. يعني مثلا لو ضربه ركنيه على ناحيه اليمين فاللي بيرفعها زيزو لفه لبره، ولو الضربه ركنيه على ناحيه الشمال كان بيجي شيكابالا يرفعها برده لفه لبره. في وجهه نظري مفيش حاجه اتغيرت عن اللي فات بالنسبه لجزئيه العرضيات، وده لان بكل بساطه هو عمل في الماتش ده 22 عرضيه، والماتش اللي قبله بتاع المقاولين عمل 23 عرضيه. لكن يعني الزمالك اصلا بقى من طول الموسم تقريبا وهو بيلعب عرضيات كتير جدا. يعني في اي ماتش هتفتحه للزمالك طول الموسم هتلاقيه عامل حاجه و20 عرضيه. ليه انا بقول لك ان دي مش حاجه كويسه؟ لان دي بكل بساطه بدايات كره القدم، لان اي فريق عنده راس حربه يجيد ضربات الراس زي مثلا سيف الجزيري او منسي هيقدر يلعب عرضيات بكل بساطه مهما كان موقعه في جدول الدوري. ولكن الفريق الكبير هو دايما عنده حلول، والمدربين الكبار هم دايما اللي عندهم حلول، بيخلقوا مساحه في خط الظهر ويقدروا يخترقوا منها اغلبها من العمق،
او على الاطراف حتى، بس مش كل اللعب بيبقى عرضيات كده. فمثلا لو جبت ارقام الاهلي وحاولت تعرف هو بيعمل كام عرضيه كل ماتش، هتلاقي الاهلي بيعمل من 10 ل 16 17 عرضيه في المباراه، واغلب اختراقات الاهلي بتبقى دايما من العمق او من المساحه اللي بين الباك وبين السنتر باك في الخصم. يعني دايما بيعمل تريكات عشان يخلق مساحه في دفاعات خصم. ليه بقى انا بقول لك ان كل ده كان تمام على الناحيه الهجوميه، لكن كان هيخلق مشاكل كتير على الناحيه الدفاعيه؟ لان بكل بساطه لو انت اي مدرب في العالم وعندك زيزو وشيكابالا وعايز تلاعب زيزو وشيكابالا الاثنين في مركز 8 والاثنين يهاجموا ويسندوا مع المهاجمين اللي هم 3، يعني في 5 لعيبه قدام، يبقى انت كده مش محتاج رؤى يا معلم، انت كده محتاج يا اما جاتوزو يا اما دونجا. وطبعا انا مش قصدي على دونجا ده، انا قصدي على دونجا ده. وطبعا ده نتج عنه مساحات كارثيه في نص ملعب الزمالك، ومساحات بين السنتر باك وبين الباك، ومساحات في كل حته في ملعب الزمالك تقدر تحجز فيها خماسي وتلعب انت واصحابك. فلو بصينا مثلا على اللعبه دي هتقدر تاخد بالك ان في مساحه كبيره جدا بين الباك والسنتر باك يقدر اي حد يخترق منها، ودي تقريبا يعني مطابقه للتركه اللي بيحب يعملها كولر احيانا مع حمدي فتحي او ديانج. واللعبه دي زيها برضو، واللعبه دي كمان زيها. قبل ما نكمل بقى، عايزك بعد اذنك كده تنزل تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك وتكتب لنا في الكومنتات توقعاتك للنتيجه. وبرضه بكل بساطه لو اي لاعب في نص الملعب او حتى خلينا نقول يعني لعيب متواضع زي جاتوزو او دونجا، الكره دي لما اتلعبت طوليه عند عبد الغني بكل بساطه هيروح يسد ظهر عبد الغني، لان وارد جدا ان عبد الغني يضرب غطس من بتوع الصفتي من بتوع زمان، وتلاقي فجاه المهاجم راح لوحده على مرمى فريقك. وطبعا ده اللي حصل اصلا، زي ما انت شايف عبد الغني على قديمه بيضرب غطس من بتوع الصفتي، وهنا المهاجم بيضم بيه لجوه. تبص بقى على نص ملعب الزمالك تقريبا كله مستني الكوره تيجي من عبد الغني عشان يروح يجيب جون. وده طبعا مش ذنب شيكابالا ولا ذنب زيزو، لان بكل بساطه ده مش مركزهم ودي مش لعبتهم. الكوره دي نهايتها كانت بكل بساطه ان في لاعب من سيراميكا كليوباترا واقف بالكوره تقريبا عند نقطه الجزاء، وزي ما انت شايف لو اي لاعب في الدنيا ليه في الكوره كان شمعها في الشبكه. بعد كده بقى جه بين الشوطين وعمل 4 تغييرات، وكان المنطقي والطبيعي بالنسبه لي انه لو هيخرج شيكا هينزل كاسونجو. عشان الافيه يكمل يعني. لا بهزر معاك، يعني لو هيطلع شيكابالا كان المفروض ان هو يعدل من وضعيته وينزل دونجا يقف جنب باروقه، بحيث ان يبقى عنده 2 في نص ملعب يقدروا يلعبوا 6 ويغطوا البلاوي اللي بتحصل والمساحات اللي بتحصل عنده. لكن هو ما عملش كده خالص، هو طلع شيكابالا ونزل مكانه سيف جعفر، وطلع روقه ونزل دونجا لان ما عندوش جاتوزو على الدكه، وخرج المسلوسي ولاعب سيد نيمار على الباك رايت. يعني قصب بقصب، ما حدش استفاد اي حاجه. المهم يعني ان بعد التغييرات استمر برضو الوينجات في عدم الارتداد الدفاعي. مش عارف هو اللي قايل لهم بقى ولا هم اللي ما قبضوش ويلعبوا على قد فلوسكم ولا ايه الوضع، انا مش عارف. المهم يعني مثلا ابراهيم نضاي كان واقف في الهجمه دي وبيتفرج بيحاول يكتشف من بعيد المناظر الخلابه اللي موجوده في مساحات نادي الزمالك، وشايف كويس قوي لعيبه سيراميكا كليوباترا وهي بتتدرج بالكوره ورايحه تجيب جون، لكنه فضل واقف في مكانه قبل خط النص حتى، والناحيه الثانيه برضو الوينج ليفت وفضل واقف زي ما هو. اعتقد ده ساعتها كان يوسف اسامه، واستمرت الهجمه لكن لحسن حظه الكره اتقطعت في نص الملعب وارتدت وكان شكلها حلو جدا ودخل بيها منطقه الجزاء، وفجاه محدش فاهم بقى هو بيعمل ايه، قعد يتشقلب كده حوالين نفسه وياخد غطس ويلف شمال ويلف يمين، بعدين فجاه وقع وساب الكره للمدافع. مش بس كانت المساحات كده ومش بس كان الموضوع في نص الملعب، لا ده برده كان في مساحه بين قلبين الدفاع اللي هم كان ساعتها الونش وعبد الغني، وبرضه قبلها كان الونش وحسام عبد المجيد في ماتش المقاولين، اللي عايز اقول لك ان تقريبا اي كره طوليه بتروح انفراد، ودي مشكله كبيره جدا المفروض احنا نستغلها. فلو جيت تتكلم عن نقط ضعف الزمالك هتتكلم ببساطه وبوضوح عن ان نص ملعب الزمالك مهما بدلت ومهما وفقت فيه بيحصل نفس المشاكل، عدم ارتداد، عدم تغطيه المساحات، الناس كلها مش عارفه مهامها، مهما بدلت فيه ومهما شلت السيسي عمرو بيه السيسي باشا، لو شلته من نص ملعب وحطيت حتى شيكابالا او زيزو هيحصل نفس المشاكل. وبرضه قلبين دفاع الزمالك رغم ان الاثنين بيجيدوا العاب الهوا اللي هو الونش وحسام عبد المجيد، والصراحه الاثنين مدافعين كويسين، ولكن عندهم مشاكل كتير جدا في الكره الطوليه لان الاثنين بطاء جدا. لو لعبت الكره الطوليه في ظهرهم في مشاكل كتير هتواجههم، بالتالي لو انت سبت لهم الاستحواذ شويه وحاولت تلعب في ظهرهم فهتلاقي بقى حاجات كتير بقى قطايف ولطايف وحلويات والحاجات اللي انت بتحبها كلها. فده لو حبينا نتكلم عن نقط ضعف الزمالك. وبرضه الزمالك عنده نقط قوه كتير جدا، اهمها ان هو في 2 لعيبه عندهم حلول اللي هو شيكابالا وزيزو،
وفي راس حربه بيجيد حاجات كتير جدا، بيجيد الفينش ويجيد ضربات الراس، ومش واحد بس ده اتنين، بس هو واحد فيهم اللي هيلعب، ناصر منسي او الجزيري. لكن طبعا كل اللعيبه دي عندها عيوب، ابسط ما فيها مثلا واحد زي شيكابالا عنده حلول وعنده خبرات يقدر يفيد بيها الزمالك، ولكن بعد نص ساعه كل ده بيروح وما بيقدرش يمشي. تقدر تقيس على كده كل لعيبه الزمالك، وطبعا كل لعيبه الاهلي وكل لعيبه مصر عندها عيوب، بس لعيبه الزمالك عيوبها واضحه جدا، وده اللي بيخلي ان الزمالك لحد دلوقتي في المركز الرابع بشكل وحش جدا في الدوري. ده من ناحيه الجانب الفني بتاع الزمالك. واللي عايز اقول لك تاني برضه ان ماتشات القمه دي بتبقى ماتشات كبيره جدا، اللعيبه ممكن تفوق فيها وممكن تتفاجئ بلعيب ما كانش في الفورمه خالص يرجع. فعشان كده بقول لك انك لازم بكل بساطه في اول نص ساعه تخلص الماتش ده. فريق الاهلي اعلى من فريق الزمالك، مفيش اي مقارنه بين كواليتي لعيبه الاهلي وكواليتي لعيبه الزمالك، ولكن لو انت ما قدرتش تحسم الماتش ده بدري فهتتسبب بكل بساطه ان الماتش ده يطول. واللي عايز اقول لك عليه ان الزمالك ما كسبش ولا مره الاهلي في السوبر في الامارات في اي ملعب، ولكن كل الماتشات اللي انتهت حتى الماتشات اللي كسبها في السوبر كسبها بضربات الترجيح، فمفيش اي مباراه قدر يحسمها في الوقت الاصلي. وده معناه ان لعيبه الزمالك بتتاثر سلبيا بالجمهور مش ايجابيا خالص. واهم حاجه طبعا الماتش ده يطلع بشكل كويس من الجمهورين، مش بس جمهور الاهلي ومش بس جمهور الزمالك. نتمنى ان ما يكونش فيه اي خروج عن النص، خاصه يعني ان في لعيبه كتير قوي بتحب اللقطات وبتحب تاخد المنظر. فيا رب الماتش يعدي على خير، ويا رب الماتش يبقى شكله حلو في الملعب. اتمنى طبعا ان لعيبه الاهلي ما يصيبهمش اي نوع من انواع الرعونه، وياخدوا المباراه بجديه، وما يحسوش لحظه ان المنافس شكله وحش السنه دي فاحنا احسن منه، ومش عايزين اي حاجه من الحاجات دي تحصل. وان شاء الله الماتش يعدي على خير. السلام عليكم.